عايز اسال سؤال، احنا كنت حضرتك موجود في جنوب الوادي وسافرت بره، ايه الفرق في بيئه البحث ما بين البحث في مصر والبحث خارج مصر حقق ليك هذه الطفره وخلاك تعرف توصل للنهايه فيها وتنشر في المجلات دي؟ عايزين نعرف ايه الفرق بين الاثنين وكل باحثين اللي بره بيقولوا. فهل في مشكله في البيئه عندنا في البحث ولا المشكله فين بالظبط؟ شكرا. شكرا حبيبي دكتور محمود. انا اتذكر لما كنت في جامعه جنوب الوادي كان الماجستير بتاعي 4 سنين، وخلال ال4 سنين دول ما نشرتش فيهم اي بحث، 0 ابحاث. فده لو انت حبيت تقيم اي باحث فده هيبقى يا اما متوسط يا اما ضعيف. لما سافرت بره كانت في انجلترا اول سفريه ليا، كنت مسافر بره يعني زي ما بيقولوا اكون او لا اكون، يعني دي فرصه ودي اخر فرصه ليا كانت، يعني عاوز اثبت نفسي. فلما رحت بره لقيت الدعم الكامل، يعني هناك ما عندهمش روتين، محتاج وانا شغال علوم كيمياء، فعلوم كيمياء والكيمياء محتاجه مصاريف، يعني مواد، تحاليل، حاجات زي كده. هناك مفيش اي روتين، تكتب الطلب ثاني يوم يكون عندك. يعني انا اتذكر كنت كاتب طلب محمود على مواد ذهب، فجيتهم جابوا لي سبيكه ذهب تتعدى 100,000 جنيه عشان فكره بحث واحد وبدون ما امضي على اي ورقه. يعني انا لو خدتها وروحت بيها البيت ما حدش هيقول انت اخذت ايه اصلا. ففي ثقه، دي رقم واحد. تمام. رقم اثنين مفيش روتين. ثالث حاجه في تعاون دولي. احنا عندنا في جامعه جنوب الوادي او عموما هنا يعني الدارج عندنا ان كل واحد بيقفل على نفسه. كل واحد في معمله ما بيعرفش اللي جنبه شغال في ايه. لما سافرت بره انا مش عاوز ابالغ لو قلت ان انا عندي تعاون دولي حاليا مع كل بلد في الوطن العربي. عمان والسعوديه والامارات وتونس والمغرب. ليه؟ لانه هناك منفتحين بيحاولوا يوسعوا مع بعض. طبعا والدي الله يرحمه كان هو الداعم الاول ليا في اي مكان. يعني انا اتذكر لما كنت في جامعه جنوب الوادي، هرجع شويه يا دكتور محمود ورا معلش. بعد الثانويه العامه كنت في سنه ثانيه ثانوي كنت جايب 96% وكنت حابب ادخل كليه صيدله. فجيت في سنه ثالثه نزلت 92% فرحت كليه صيدله. فطبعا ده كان اول صدمه اخدها في حياتي. طبعا الحلم راح وخلاص كليه صيدله راحت. فكلمت والدي قال لي ما خلاص انت كنت بتذاكر وكويس هنروح علوم. فرحت كليه العلوم. طبعا كليه العلوم صعبه جدا. احنا ورايحين كانت نتيجه السنه اللي قبلها متعلقه على الباب. فبصينا لقينا ايه الكحك وضعيف جدا. فقال لي خلي بالك دي الكليه اللي انت داخلها. فدخلنا كليه علوم اول ترم مواد الرياضيات كلها مقبول. فانا قلت لوالدي كنت قايل له ان انا ايه ما تقلقش هدخل علوم واتعين معيد هبقى دكتور برضه بدل ما دكتور صيدلي دكتور في الجامعه يعني. دخلت اول ترم 3 مواد رياضيات مقبول ومفيش اي ترتيب على الكليه ولا على القسم. مفيش كحك. مفيش كحك الحمد لله، ما كانش كحك مقبول بس. فاتذكر والله كلمته كان على كباين مينتل في الجامعه. فقلت له حاج ابراهيم حصل كذا. ما كنتش عارف اوريه وشي ورغم اني كنت بذاكر يعني. فقال لي الكلمه دي غيرت حياتي فعلا. قال لي انا بعت هنا راجل وانا واثق فيك كمل وانا راضي عنك. طبعا الكلمه دي يعني عارف لما حد بيخبطك على راسك كده الكلمه دي يعني الدعم مش بالكلام، الدعم بالفعل. والدي رحمه الله عليه كان عنده قلب يعني. فكان لما بيجي يواجب في البلد هنا كان بيسافر من سفاجه يجي وما يعرفنيش عشان يسيبني في الكليه ذاكر. ففعلا دعمنا لاولادنا في المذاكره مش بالكلام بالفعل. لان هم فعلا مسؤوليه وهو كان فوق المسؤوليه. عشان كده بقول لكم والله التكريم ده مش ليه. التكريم ده للحاج ابراهيم. فبقول لحضراتكم انه التكريم ده مش لي انا بشوف التكريم ده والله للحاج ابراهيم عثمان ربنا يرحمه رحمه واسعه. فدي كانت اول حاجه. هرجع للدكتور محمود. لما رجعت بره طبعا الناس بيدعموك دعم كامل. اللي محتاجه هينفذوه لك. كل الامكانيات متاحه ليك. ففي خلال 7 سنين دكتور محمود نشرت 81 بحث. وبعدين لما
ولما جو يختاروا السنه اللي فاتت المتحدث الرسمي باسم الجامعه اختاروني انا الحمد لله يعني. فدي سبحان الله يعني هو الصبر، الواحد بس يبقى قريب من ربنا يمسك في العلم ويكمل، لانه في ناس ما بتكملش للاسف بتسقط، صبرها مش طويل، بترمي الفوطه. فلا انت ما دام انت صح خليك قريب من ربنا وتمسك بالعلم. بس دي دكتور احمد، يعني يثير انتباه اي احد حين يقرا ويطالع حصولك على الدكتوراه انها كانت دكتوراه بنجمه. فما الفرق بينها وبين الدكتوراه العاديه؟ افيدنا افادك الله. دكتوراه بنجمه انا اتذكر الدكتور محمد عبد العزيز ده مشرفي في الماجستير لما كنت في جامعه جنوب الوادي، قال لي لو انت هتسافر بره عشان تاخد دكتوراه بس يبقى خدها من مصر. قال لي دكتوراه يعني قال لي لما تروح هناك حاول تختلط بالمجتمع، تاخد منهم الايجابيات وتنبذ السلبيات طبعا. فانا بروح باصلي بعوايدي بتقاليدي بهويتي المسلمه، باخد منهم الجميل وانبذ الوحش، اخذ انتظار ترتيب الوقت واحترام الوقت، عدم الجري ورا الروتين وهكذا. المهم فلما رحت هناك بدات ادخل في عمليات التطوع، اتطوع في تدريب الطلبه، نزور المدارس نحبب الطلبه في العلم. فانا اتذكر والله يا دكتور محمد كان الزيارات اللي بنعملها للمدرسه كانوا بيجيبوا لنا العربيات لحد البيت تاخدنا كانك استقبال وزير. كل ده عشان يحببوا الشباب الصغير والاطفال الصغيرين في العلم. فده كان من نوع التطوع. فانا عملت اظن 200 او 300 ساعه تطوع. فاي حد بيعمل دكتوراه مع اعمال خيريه هناك او تطوع بيكون دكتوراه بنجمه يعني.